لكن تخيل معايا ان اشارات المرور هي اللي قدرت تحدد هنا الكارت الاصفر والكارت الاحمر، وقدرت كمان تحدد مسار كرة القدم. لكن القصة كانت مختلفة شوية وبدأت من بدري شوية. خليك معايا كده عشان اقول لك القصة بدأت ازاي ومين اول لاعب في التاريخ خد كارت اصفر. عام 1966 في كأس العالم اللي كان مقام في انجلترا، حصلت مشاكل كتير قوي بين اللاعبين وبين الحكام، وكل ده طبعا بسبب اللغة. اللاعب هنا كان بيدخل على اللاعب المنافس يكسره، وما كانش عارف هو ياخد تحذير ولا اتطرد من الملعب، هيفضل موجود في الملعب ولا هيطرد. وكل ده طبعا بسبب اللغه، وما كانش فيه تواصل بين اللاعبين وبين الحكام. لحد ما جه بقى الحكم الشهير الانجليزي كين استون وقال لك بقى انا عايز اعرف اللاعبين هو خد تحذير ولا اتطرد على الملعب. لحد ما جات له الفكره كده وهو ماشي في الشارع بعربيته، وعدى بقى على اشاره مرور، لقاها احمر واخضر واصفر. ومن هنا بقى جات له الفكره، قال لك الاصفر ده هو تحذير للاعب، والاحمر ده هيبقى الطرد واللاعب مش هيبقى متواجد في الملعب. وبالفعل عرض الفكره على الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا، والفيفا وافقت على المقترح ده، وطبقت هنا الفكره في مونديال عام 1970 اللي كان مقام في المكسيك. نيجي بقى لاول لاعب في التاريخ حصل على كارت اصفر، وعندك ثلاث مصادر هنا بتتكلم. وفي هنا مصدر بيقول لك ان كوزي بيرز لاعب تشيلي هو اول لاعب في التاريخ خد كارت اصفر، وفي مصدر تاني بيقول لك ان اللاعب اسماعيل بيلو لاعب الاتحاد السوفيتي هو هنا اللي خد انذار، وفي مصدر ثالث بيقول لك ان اللاعب كاخي استياني لاعب الاتحاد السوفيتي هو اللي حصل على اول كارت اصفر في التاريخ. ولكن هنا مفيش مصدر محدد ومصدر مؤكد، لان وقتها ما كانش فيه طبعا تسجيل الكتروني، فطبعا هيحصل هنا لخبطه في المصادر. فتخيل بقى ان اشارات المرور هي اللي حددت بقى الكارت الاصفر والكارت الاحمر.